عسلامتكم الناس الكل، مرحبا مرحبا. اليوم باش نعملوا دبارة سهلة على الاخر للي ما عندوش دبارة واللي يتجنب برشا وقوف من الكوجينة ويزينة الحقيقة من وقوف في الكوجينة. اليوم باش نعملوا برودو بشوية بطاطا وصفة الناري مكونات ساهلين مهلي، ونكملوا زاد معاها شوية بروكلو ونقلوهم في الزيت وتكون حويجة سهلة على الاخر. نبداو بسم الله. خذيت الطنجرة متاعي حطيت عليها اللحم تاع اللوج وتعمدت نخليه طرونشات كبيرة ما قصيتهمش صغار. حطيت عليهم شوية زيت زيتون على الطنجرة الكل. ولهنا قصيت البطاطا وسفنارية عندي لهنا طويبع صغير كنور هذايا بالنكهة اللحم شوية معدنوس مكانش اللي خرجتهم شوية كرافس كيف صويبعات هكاك قصيتها جويدين. وما نساوش البروكلو فوالا. اللحم بدا يتقل شويه في الزيت حطيت عليه برشيشه ملح مش برشا. حطيت عليه زاد شويه فلفل احمر لهنا حلو ماهوش حار. شويه فلفل اكحل. ونزيد نكمل عليهم شويه تابل وكرويه مش برشا وما نساوش هكا الطويبه هذاك. ديريكت ونمرق عليهم شويه مسخون باش الفحات هذيك ما تتقلاش برشا في الزيت. كملت المعدنوس والكرفس لهنا كانوا مكنجلين خرجتهم شللتهم وحطيتهم. واذا عندكم خضره اخرى حطوها. انا حبيت كان هذم الحقيقه. وبعد نحط كان السفناري البطاطا ما نحطهاش باش ما تذوبش. نرميها كان في الاخر. السوب هذه مرة كليت كيفها في ريستوران تركي صدقوني بالرغم مكوناتها بسيطة. والله العزيز بنينة بنينة على الاخر قلت خليني نجربها. هو عبارة على برود متاعنا برود التونسي. المهم خلت نجرة كيكة طيب نتعدى لهنا راس البروكلو ذاك قصيته كيما تشوفوا. حطيته في الماء ورشيت عليه شوية ملح شوية كركم وشوية فلفل أكحل. وحطيت شوية قارص ونخليه يعمل غلوة باهية لين هكاك يطيب بشوية. كل مرة نعمل تحريكة للطنجرة متاعي ونشوف. لهنا في الوقت هذايا البروكلي نتاعي المرمورة راهو قريب يطيب باش نحضر لهنا شوية فرينة. حطيت عليه شوية كركم. عندي لهنا فحات مخلطة مع شوية نعناع شاي حطيت منه زيادة وشوية فلفل أكحل خلطتهم الكل مع بعضهم. وكهو بعد باش نزيد عليه كعبتي نعظم. تنجموا تحطوا تقسموا الفرينة والفحات هذه على جهة والعظم تركضوا على جهة. أنا حطيتهم الكل مع بعضهم. على العظم هذاك كملت زيادة رشيشة صغيرة من خميرة الجاتو. وحركتهم الكل مع بعض بعد نزيد عليهم شوية ماء باش الفرينة تتحل شوية ما يكون شكل خليط الخاثر ولا الجيري. المهم بعد نهبط كرويسات البروكلو بعد ما شللتها بطبيعة من الماء متاعها وطابو. توا كل البروكلو هكاك نحطوه في الخليط اللي عملناه ونحطوه على الزيت يتقلى بالباهي. اليوم فرحانة برشا برشا على خاطر ما قفتش برشا على الكوجينة. أكلي فيسع فيسع ما شاء الله. المهم كملت كعبة البروكلي قليتهم كالعادة. ونتعدى الطنجرة متاعي اللحم تقريبا طابس فنارية كيف توا ما نحط البطاطا متاعي ديجا ما فيهاش روح وقصتها انا طريفات صغار توا فيسع فيسع ما تحضر. دوب البطاطا متاعي تحضر ونحضر عاد الدبارة متاعنا اليوم اللي خفيفة وظريفة. ايش رايكم البرود وحضر ما شاء الله المكونات بسيطة 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 ولكن البنة صدقوني ما شاء الله. مع البرودو هذي وكعيبات البروكلي قليتهم عندي زاد شوية سلطة مشوية وعندي حاجات اخرين شوية. بيت كيف زاد حضرتهم كانت سفرتنا كاملة ما شاء الله. اللهم لك الحمد. وهذه هي فكرتنا اليوم لفطيرنا اليوم خفيف وظريف نقولكم صحة وبالشفاء. في فيديو اخر كالعشنا ان شاء الله.